عليكم طالبات الصف الخامس. اليوم راح نشرح أمثلة الفصل الرابع للاتزان والعلوم كمراجعة لكم قبل نصف السنة. عندي المثال الأول: مطيني كرة معلقها بحبل، وهاي هذا الحبل بقوة شد مجهول عندي، ووزن الكرة نحو الأسفل مجهول عندي. فحتى أبدأ أحل لازم أطبق شرط الاتزان الانتقالي، أعتبر الجسم في حالة اتزان سكوني، وأبدأ أحلل هاي المركبة لأنها مائلة بزاوية 53. في المركبة القريبة من الزاوية اللي هي نفسها هاي اللي هسه رسمتها راح تأخذ الكوساين مال الزاوية 53، والبعيدة من الزاوية راح تأخذ الساين مال الزاوية 53. وحتى أبدأ أحل قوة الشد أستخدم شرطي الاتزان الانتقالي: محصلة القوة على محور x تساوي 0، محصلة القوة على محور y تساوي 0، أي أن القوة نحو اليمين تساوي القوة نحو اليسار، والقوة نحو الأعلى تساوي القوة نحو الأسفل. فأبدي أساوي، أقول تي كوساين 53 تساوي لي هاي القوة اف تي. أنا أريدها كوساين 53 مطيني بالسؤال 0.6 أو 3/5 مثل ما أنا أنطيكم إياه دائما. 0.6 على 0.6 طرفين المعادلة. أبدي أختصر من يروح من أضيف 0 على 6 بها 1 على 6 بها 2 بقى 3. 30 بها كم؟ 6 بها 5، فيطلع لي 25 نيوتن مقدار قوة الشد في الحبل. المطلب الثاني أبدي أحل حتى أجد الوزن حتى أجده لازم أحقق شرط الاتزان. محصلة القوة على محور واي تساوي 0، أي إن تي ساين 53 تساوي لي الوزن. تي أنا وجدتها 25، ساين 53 هو 0.4 أو 4/5 على 5 بها 1 على 5 بها 5 تساوي لي الوزن. هذا يؤدي إن الوزن يساوي لي 5 في 4 ويساوي لي 20 نيوتن، وهو المطلوب. ننتقل للمثال اللي بعده. هو مثال: منطيني مفك، طول هذا المفك يعني البعد بين نقطة تأثير القوة إلى مركز الدوران 0.2 متر، أي هي هاي L أو R، و F مطيني إياها 20 نيوتن، والزاوية ليست عمودية، إذا ما ناخذ ساين 90، راح ناخذ ساين الزاوية 37 درجة. فتاو عندي اللي هو يريده، لأنه قال احسب مقدار العزم. هذا العزم يقرأ تاو. مقدار القوة المؤثرة في البعد من نقطة تأثير القوة إلى محور الدوران في ساين الزاوية 37. إذن 20 في 0.2 في الزاوية ساينها 3 على 5 على 5 بها 1 على 5 بها 4 في 3 12 في 0.2 2 في 12 هو 24، ومرتبة فارزة نحطها. إذن 2.4 وحدات العزم نيوتن في المتر، وهو المطلوب. ننتقل إلى المثال رقم 3. المثال رقم 3: مطيني اسطوانتين، واحدة بداخل الأخرى، اسطوانة كبيرة تؤثر عليها قوة باتجاه عقارب الساعة، والاسطوانة الثانية الصغيرة تؤثر بها قوة بعكس اتجاه عقارب الساعة. ويريد من عندي صافي العزم، أي إنه لازم أطلع العزم الأول هنا وأطلع العزم الثاني وأجمعهم. صافي العزم جمع، لكن احنا إذا طلع عندي عزم بالإشارة السالبة فأطرح. صافي العزوم أبدي أطلع العزم بالقوة الأولى، والبعد اللي من نقطة تأثير القوة إلى محور الدوران تساوي الأول القوة الأولى في البعد الأول اللي هو R أو L في ساين الزاوية هنا ساين الزاوية 90، لأنه متعامدين القوة على البعد المؤثر. مطيني القوة الأولى 5، البعد هو 1، ف5 في 1 في 1 اللي هو ساين 90. بما أنه هاي القوة باتجاه دوران عقارب الساعة، إذن العزم يأخذ الإشارة السالبة، فسالب 5 نيوتن في المتر. هذا العزم الأول. العزم الثاني عندي القوة الثانية مطيني إياها 6، والبعد هو 0.5
5. وأيضا هما قوتين متعامدين، إذا تاو 2 تساوي لي F2 في R2 في ساين 90، وتساوي لي 6 في 0.5 في 1. 6 في 5 هو 30، والبوينت راح ياخذ لي الصفر، وإذن 3 نيوتن في المتر. وهذا العزم يأخذ الإشارة الموجبة لأن هو باتجاه عكس عقارب الساعة. إذن أطلع صافي العزوم. طبعا صافي العزوم إذا كان صفر فمعناها أنه هذا الجسم لا يدور، أما إذا كان صافي العزوم لا يساوي صفر فإن هذا الجسم يدور، أما يدور باتجاه عقارب الساعة أو بعكس عقارب الساعة. وإذا كان هذا صافي العزوم يساوي صفر فإن هذا الجسم يحقق شرط الاتزان الدوراني. أما إذا صافي العزوم لا يساوي صفر مثل ما راح نجد فإن هذا الجسم لا يحقق شرط الاتزان الدوراني. فسالب 5 زائد 3 ويساوي لي سالب 2 نيوتن في المتر. إذا صافي العزوم لا يساوي صفر فهذا الجسم لا يحقق شرط الاتزان الدوراني، وهذا الجسم سوف يدور باتجاه عقارب الساعة. وشكرا، إن شاء الله نحل أسئلة الفصل. مدرستكم ست مها فارس.